كنت عايز حضرتك تكلميني عن الفن ورؤيتك ليه في الفترة الأخيرة وما قدمت من مسلسلات تلفزيونية أو أفلام سينمائية. في مسلسلات حلوة وفي ناس بتتاجر بالفن وفي ناس بتعمل في حاجات حلوة، ما ينفعش ما يبقى كله وحش. بس السمة الرئيسية كلها بيظهروا الحاجات السلبية وبيحطوها تحت الميكروسكوب قوي قوي قوي، لدرجة ان هو الناس نسيت ان ده السلبي فبقوا بيعملوا بيه. في عدد من المسلسلات طبعا تم تقديمها في 2014 وناس كتير أشادت ببعض المسلسلات. لو حضرتك تابعتي نقدر نقول إيه اللي تابعتيه وإيه اللي شد حضرتك وفضلتي متابعاه للنهاية؟ اول نجمه كبيره وفي نفس فين؟ الوقت صغيره لقبوها بسندريلا الجديده. مين؟ رحبوا معانا بمنى عرفه. يا حبيبتي مش هعرف اعمل معاك حاجه دلوقتي. في مسلسلات حلوه، في حاجات حلوه اتعملت كتير. انا عجبني مسلسل طارق لطفي. هو ده اللي انا اتفرجت عليه. ايه تاني؟ لا هو ده اللي انا اتفرجت عليه، اللي انا تابعته. يعني انا في رمضان ما اقدرش اكتر من مسلسلين اتابعهم يعني. هو وكان السيدة الاولى، عشان ابقى صادقة يعني. ما عجبنيش المسلسل، الكتابة وحشة قوي. الاصرار. رحبوا معايا بالظالم. كان الفلاش باك كان وحش قوي في المسلسل. امال كل الناس كانوا حلوين قوي. كان احمد سلامه حلو قوي، ممدوح عبد العليم كان حلو قوي، غدا كانت كويسه جدا. كل الممثلين كانوا حلوين، احمد صيام كان حلو قوي. بس هو حته ال عارف اللي هو ال 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 الفلاش باك. فالفلاش باك كان وحش قوي. اسمه عنوان سيناريو. فرحنا في سيناريو. انا وبابا وماما. رحبوا معايا. خرجنا برضو في الفترة الأخيرة من السيزون الرمضاني اتفرجنا على عدد من المسلسلات بره السيزون الرمضاني، ولسه بيتعرض جديد دلوقتي الصندوق الأسود، وبيتعرض حاجات كتيرة قوي. وخرجنا بره السيزون، رؤية حضرتك ايه في ان احنا خرجنا بره السيزون وعدم حصر المسلسلات في موسم واحد؟ في مسلسلات كتير. صعب جدا شهر رمضان اللي فيه العبادة وفي نفحات الملء عز وجل. ما ينفعش يبقى فيه مثلا مش عارفة 80 مسلسل، وما ينفعش. الناس هتتفرج على كام مسلسل؟ هتتفرج على كام؟ يعني كل واحد هيعمل زي ما انا بعمل بالظبط بكتيره، في وقت فراغه، في وقت عبادته، بعد التراويح، قبل التراويح بيتفرج على مسلسل برنامج ده مش عارفه ايه. ما ينفعش. ده شهر. ده غلط ان يبقى كل كتلة المسلسلات في رمضان. مش ميزة، ما بقتش ميزة. لان في اعمال كتيرة قوي ضاعت. في اعمال كتير ما اتشافتش واتظلمت لانها اعمال حلوه ما اتشافتش كويس. نتكلم بقى عن حضرتك، وامتى الفنانة حنان شوقي هتعود لجمهورها من خلال الدراما التلفزيونية او حتى الدراما السينمائية؟ بص، انا مع جمهوري دلوقتي على الهوا كمان بالظبط ساعتين هبقى على الهوا في برنامج اسمه من القلب على اذاعه رحاب اف ام. نتكلم بقى عن الفن يعني ترجعي لجمهورك امتى في الفن، سواء في مسلسل تلفزيوني او فيلم سينمائي؟ سبايس ميكس يا جماعه. لما يبقى في عمل حلو. بس في نهايه الحلقه. لما يبقى في عمل حلو هرجع. خلال الفترة الأخيرة مسرح، كان في مسرح في الفترة الأخيرة؟ يعني انا اعتذرت على كذا مسرحيه، اعتذرت على 4 مسرحيات وحشين جدا. ما اقدرش يجي حد يجي يقول لي انت عملتي كده ليه؟ بيبي اكسبو وشرفونا. ما اقدرش اعمل كده خالص. مشوار طويل.